اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم البتفور بطريقة سهلة وسريعة. تعملي كمية جميلة جدا في البيت إن شاء الله، ما تشتروش من بره وتعملي في البيت. تعالوا نشوف مع بعض المكونات. معايا كيلو من الدقيق و750 جرام زبدة و350 جرام سكر بودر وبيضتين كاملين واتنين صفار بيض. ومعايا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة وربع معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. بحب أحط الفانيليا البودر، بتكون طعمها برضو أفضل على البيض. ومعايا كمان رشة من الملح تقريبا 2 جرام. حطيت رشة الملح على الدقيق وحطيت الفانيليا مع البيض، وحطيت كمان الزبدة بتاعتي. الزبدة عايزة أقولك إن الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، أو بمعنى أصح أنا مطلعة من التلاجة قعدت تقريبا نص ساعة كده في المطبخ، فيعني يعتبر وسط، مش باردة قوي ولا بدرجة حرارة المطبخ، عشان طبعا تسهل معاك الضرب في العجان. ببدأ أضرب الزبدة في الأول كده لحد ما تفك شوية بالعجان، وبعد كده بحط السكر بتاعي. السكر طبعا نراعي ان هو يكون منخول عشان ما يكونش فيه اي حبيبات ولا حاجة تخرز معاك في الزبدة. وبضرب الزبدة مع السكر لحد ما الزبدة بتاعتي تبقى لونها ابيض كده ويبقى لونها فاتح وتبقى كريمية خالص. وبعد كده لما بوصل للقوام ده ببدأ أحط البيض بيضة بيضة. تبدأي تحط بيضة، وأول ما تندمج كده مع الزبدة تبدأي تحط البيضة التانية، وهكذا. ما تحطش البيض كله مرة واحدة عشان الزبدة بتاعتك ما تفصلش معاكي. احنا بنضرب الزبدة في البداية لازم تقشطي الجوانب علشان تتأكدي ان الزبدة كلها اندمجت ومفيش فيها اي قطع لسه ما اتضربتش مع السكر. ضربت الزبدة كده مع البيض بعد ما حطيت البيض بتاعي واحدة بواحدة، وضربته لمدة دقيقتين كده مع الزبدة والسكر، وبعد كده بحط الدقيق بتاعي مرة واحدة. ما بنستخدمش بيكنج باودر ولا حاجة خالص في البتفور، يدوب بس رشة ملح. حطيت رشة ملح، وبعد ما بتحطي الدقيق بتلف العجان بس لفتين مجرد ثواني، ما بتعجنيش خالص عشان البتفور بتاعنا يبقى دايب. ولازم تتأكدي برضو بعد ما بتوقفي العجان ان كل الدقيق اختلط كده ببعضه. تقلبي العجينة بتاعتك بمعلقة كده من تحت لفوق علشان تتأكدي ان كل الدقيق اندمج مع الزبدة. بعد كده ببدأ أشكل البتفور بتاعي. تشكليه بقى حسب ذوقك وحسب رغبتك، ممكن تعمليه بكذا شكل. انا عامله معاكي كذا شكل كده هوريهم لك، وكمان هوريك القمع اللي انا عامله بيه. القمع اللي هو الساده، السنون الساده ده. هجيب لك المنظر كده من على قرب عشان تشوفي ان العجينه بتاعتنا ما شاء الله جميله جدا. اهم حاجه ما تعجنهاش كتير بعد ما بتحط الدقيق. الطريقه سهله جدا وان شاء الله هتعمليه في ثواني، مش هياخد وقت معاكي خالص. اهم حاجه تتابعي بس الطريقه، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح جدا. الزبدة بتاعتك ما تكونش بدرجة حرارة المطبخ ولا باردة جدا، يعني بتكون وسط. وببدأ أسوي البتفور بتاعي، بقطعه طبعا كله مرة واحدة. ما ينفعش تقطعي صاج وتدخليه الفرن وبعدين تقطعي التاني، لأن طبعا العجينة هتشد معاكي. بتكوني مجهزة الصاجات بتاعتك كلها وبتقطعي العجينة مرة واحدة علشان تتحكمي في العجينة. وده شكل القمع اللي أنا عملت بيه. ده مقاس صغير ومقاس كبير، أنا عملت بالمقاس الصغير عشان عايزة البتفورية بتاعتي تكون صغيرة. وبنبدأ بقى إيه نسوي البتفور بتاعنا. بتحطي البتفور على درجة حرارة 180، بتسخني الفرن لمدة 5 دقايق قبل ما تحطي في الفرن. وبعد كده بتدخلي الصاج بتاعك في الفرن، بتحطيه على الشبكة في نص الفرن، وبياخدش معاكي وقت خالص، خد تقريبا ربع ساعة. تبدأي بقى تزيني البتفور بتاعك حسب ذوقك وحسب رغبتك. أنا بزينه بالشوكولاتة كده، معايا شوكولاتة بيضة مسيحاها. وانت بتسيحي الشوكولاته ما تحطيش عليها اي زيت ولا اي حاجه علشان تمسك معاكي بسهوله على البيتيفور. بتسيحيها على حمام ماي وبتحطيها في كيس حلواني او في كيس، وبتخرميه خرم صغير خالص عشان ينزل معاكي خيوط صغيره. وممكن تلزقي البيتيفور بتاعك، تلزقي كل حبتين مع بعض كده بالمربى، مربى المشمش او بالشوكولاته. انا بفضل ان انا الزقه بالشوكولاته علشان الشوكولاته بتخلي البيتيفور معايا آه، ناشف ما بيطراش. بالنسبه للمربى لو انت بتفضلي المربى ممكن برضو تلزقيه بالمربى. تبداي بقى تزيني زي ما انت شايفه كده. معايا شوكولاته بيضه، شوكولاته بني، ومعايا كمان مكسرات مشكله محمصه وطحناها خشن شويه، ومعايا كمان جوز الهند. زوقي زي ما انت عايزه، وده حسب ذوقك وحسب
رغبتك. إن شاء الله الطريقة سهلة، وهتقومي تعملي إن شاء الله لولادِك إن شاء الله حتى كيلو كده على السريع يتبسطوا، وما تشتروهوش من برّه، لإن أي حاجة بنعملها في البيت بتكون أنضف وأضمن. إن شاء الله شكله جميل وشيك ودايب دوب. وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. واسيبكم في أمان الله، واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.